قلنا المالية برضه. المالية طبعا، هو المشروع ممكن تنفيذه بدون ما الدولة تتحمل أي أعباء، يعني لا الدولة ولا المواطنين. فكرة المشروع يا دكتور محمد نعرفها من حضرتك. والله حضرتك هي طبعا مصر طول عمرها طبعا في العصور الحديثة، يعني مصر ما كانتش كده طبعا من 1000 سنة مثلا، لأن احنا كان من 1000 سنة تقريبا مع الفتح الإسلامي كان بنزرع حوالي 30 مليون فدان في مصر. في الوقت اللي كان عدد السكان لا يتجاوز 3 مليون، فطول عمرنا اقتصاد وفر. فالمشروع ده بإذن الله بنستهدف إن احنا بدل ما احنا دلوقتي في مرحلة النضرة والفقر المائي، وطبعا الأسعار أعباء المعيشة بتزيد، لأن الزراعة الزراعية والمنتجات الغذائية طبعا بتمثل جزء رئيسي في ميزانية الأسرة المصرية، في المواصلة أكثر من 90% عند أغلبية شرائح المصريين. فالمشروع ده بإذن الله بيحل مشاكل اقتصادية واجتماعية في منتهى الخطورة، أهمها البطالة ومعدلات تدني معدلات الدخول أو الفقر، وأهمها برضه بيحل مشاكل كتير جدا، إنه بيعمل مجتمعات عمرانية جديدة بتكلفة محدودة، لأن هو طبعا يعني عندنا تكنولوجيات جديدة، مش لازم نبقى مرتبطين بالشبكات بتاعة الصرف الصحي والكهرباء وما شابه، لا ده في تكنولوجيات حديثة المجتمعات دي بتعتمد على نفسها. المشروع ده بإذن الله احنا طبعا حاليا في يعني تخطينا مرحلة الفقر المائي. مرحلة الفقر المائي بيتكلموا عن 1000 رزق سنويا متوسط نصيب الفرد. احنا عندنا النهارده حوالي 700 نصف نصيب الفرد المصري. فيمكن في دول ثانية لجأت للزراعة بمية البحر وسبقتنا، مع انها مش محتاجة، يعني هنلاقي في تجارب في بعض المناطق في أمريكا متوسط دخل أو متوسط نصيب الفرد من احتياجاته المائية أو المية بنلاقي 15,000 متر مكعب سنويا. فطبعا احنا أحوج ما نكون لتطبيق التكنولوجيات دي، فعلشان كده استهدفنا الزراعة بمية البحر، برضه في نفس الوقت الزراعة على مياه الأمطار، وأكثر من تكنولوجيا ثانية بنقدر نزود معدلات سقوط الأمطار كمان، بحيث يبقى في زراعة اقتصادية موجودة. وقدمنا الفترة اللي فاتت اللي كنا قدمنا وزير الزراعة ووزير الاستثمار ووزير البيئة ومجلس الوزراء، فالموضوعات اللي مقدمينها اتحولت على مركز البحوث الزراعية، لأن طبعا هي لها علاقة بالمجال الزراعي أكثر. فالحمد لله اتقابلنا معاهم وقدمنا التقارير والدراسات الفنية وأشادوا بيها وأوصوا بسرعة تنفيذ المشروع، ويعني أشادوا بالجدوى الاقتصادية والاجتماعية للمشروع. الموضوع دلوقتي اتوجه من الدكتور هاني رمضان والدكتور علي الفنة في مركز البحوث الزراعية، اتحول لي المفروض العلاقات الخارجية الدكتورة منى، بحيث ان هي يعني داخلين في التنفيذ. طب هل في شكل او اليات التنفيذ يعني من وجهة نظر حضراتكم، يعني محضرين الفكرة معايا تنفيذ ولا؟ تمام. والله هو بالنسبة لتمويل المشروعات دي معانا احنا قدرنا نفكر ان احنا نعمل. هو مين حضراتكم يا دكتور؟ والله انا كمحمد ابو الفتوح عندي شركة الصحراء التصنيع الزراعي، في نفس الوقت بنعمل نقابة اسمها النقابة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية. برضه معانا من بعض مستثمرين مصريين وعرب، بحيث ان احنا مستعدين ان احنا ندخل نمول المشروعات دي. يعني مش تكلفوا الدولة حاجة، انتوا داخلين كده تاخدوا قطاع خاص عشان تعملوا الفكرة دي. وفي نفس الوقت والأراضي الدولة بقى مفترض انها تديها مثلا بأسعار هو ده يعني مدعمة، طالما المشروع يعني هيخدم في الآخر وهينتج. بالظبط. هو في طريقتين للتعاقد، احنا يعني سايبين حرية الاختيار للحكومة والمسؤولين. الطريقة الأولانية إن هو حق انتفاع أو تخصيص زي ما وزارة الزراعة بتخصص، خصوصا احنا بنتكلم عن أراضي. زي ما خصصت يعني. بالظبط. احنا كمان بنتكلم عن أراضي مش لازم يتوفر لها موارد مياه. حضرتك عايز أراضي أصلا ما فيهاش حاجة، يعني بتزرعها مية البحر ولا بتزرعها مية مطر. الأراضي الملحية اللي هي غير قابلة للزراعة مبدئيا كده أراضي أنت كنت يعني دولة كانت بنيها أو يعني مش مخططة إنها تستغلها خالص. احنا طبعا في مصر عندنا 250 مليون فدان في مصر، احنا عايشين على أقل من 4%. بالظبط. فالحاصل إن يعني احنا بنتحرك في أراضي مهملة عارفة ده 90% من أراضي مصر صحراء، فأنت بتتكلم حضرتك على الأراضي دي؟ بالظبط. يعني زي فين مثل الأراضي الوعيدة اللي فيها الأرقام اللي أنا ألاقي فيها 30 مليون فدان أزرعها بمية المطر ومية البحر. احنا محددين مجموعة مناطق مبدئيا دي أقل تكلفة، طبعا احنا نقدر نزود كمان تمام، لكن دي أقل تكلفة مبدئية
مثلا تنميه معدلات الامطار بحيث نزرع محاصيل بقى تبقى يعني لها عائد اقتصادي واجتماعي عالي جدا، فبحيث تحسن الاقتصاد المصري. لان احنا باذن الله المشروعات دي لو اتطبقت في مصر ممكن بنضاعف الدخل القومي لمصر خلال 5 سنين ما بيقلش عن مرتين يعني. فالعائد الاقتصادي والاجتماعي لها مرتفع جدا باذن الله. طبعا الزراعه بميه البحر ممكن بتبقى المناطق الساحليه المهمله، لان احنا برضو عارفين معدلات يعني مخازن المياه الجوفيه والاماكن اللي فيها مياه جوفيه، الاماكن اللي فيها امطار بنبعد عنها، وفي اماكن كتير جدا طبعا برضو محددينها تصلح للزراعه وبحيث التربه ما بتتاثرش وهي اراضي مهمله لا يمكن زراعتها. المحاصيل عندنا بتتحمل. حضرتك هنعرف من حضرتك استاذ محمد، لكن الحقيقه اننا نعرف في فرق بين الزراعه بمياه البحر والزراعه بمياه الامطار؟ اكيد طبعا اكيد. هو دي محاصيل ودي محاصيل؟ دي محاصيل ودي محاصيل، وان كان في نوعيه من المحاصيل مشتركه، لان احنا بنتكلم عن اراضي مش مزروعه قبل كده. لا يعني التصنيع نفسها الاصعب انك تجهز اراضي للزراعه بمياه الامطار ولا للزراعه بمياه البحر؟ لا هي في الحالتين مفيش مشكله. ليه؟ لان احنا مستهدفين نوعيه معينه من المحاصيل. يعني كنا مسؤولين لمركز البحوث حوالي 44 محصول. المحاصيل ديت بتتحمل اقصى معدلات الملوحه والجفاف وفقر التربه. رائع. زي ايه؟ لا كتير، يعني عندنا محاصيل حبوب اللي احنا محتاجينها بشكل. في نبات اسمه الدخن، ده معروف في السودان وفي الهند وبيتزرع في مناطق كتير وفي اثيوبيا وكده. ده كنا بنستخدمه زمان يعني قبل ما نبتدي بقى نتوسع في زراعه القمح والذره. احنا كنا مع السودان يعني ارض واحده. لا كان بيتزرع برضه في مصر يعني، لكن هو دلوقتي يعتبر مش موجود في مصر. في معدلات ايه الدخن ده بنستخدمه في ايه؟ هو بين القمح والرز. يعني مشروع بيصلح للاثنين، بيصلح لصناعه المخبوزات وبيصلح للاستخدام زي الرز. في طبعا برضه محاصيل ثانيه زي الكانوا وكده بتصلح في ده، ومستهدفين نوعيات معينه معدلات الامطار. طلع استراتيجيه زي ما بنقول يعني. طلع استراتيجيه. كمان عندنا زيوت، عندنا محاصيل سكريه على ميه البحر زي الجديد بقى. في بيوديزل على ميه البحر كاشجار برضه بتدي بتطلع وقود حيوي. يعني بالنسبه للمحاصيل السكريه على ميه البحر، تخيلي حضرتك في نوع معين من المحاصيل ممكن يدي الهكتار اللي هو 2.5 فدان حوالي 30 طن يعني ماده شبيهه بالجلوكوز. فده طبعا تتحول بقى. ده طبعا يعني بنتكلم عن اكثر من 10 طن سكر للفدان في ارض مهمله وزراعه البحر. بالظبط. فطبعا مصر ممكن تتحول لدوله مصدره للسكر، للزيوت، للاخشاب، لنحل مشاكل الاعلاف، لان بينفع نزرع محاصيل اعلاف جديده. عندنا نوعيات من المحاصيل بتدي انتاجيه ضعف انتاجيه البرسيم سواء بميه البحر او على معدلات ميه امطار بمعدلات بسيطه. فباذن الله نقدر ان احنا يعني احنا عندنا لو شلنا محاصيل الاعلاف من الدلتا والارض القديمه، احنا بنتكلم محاصيل اعلاف ومحاصيل سكريه بنتكلم على الاقل ب 3 مليون فدان. 3 مليون فدان لو زرعناهم خضار وفاكهه ومحاصيل تصديريه اعتقد هيحلوا مشاكل كتير جدا. حتى كمان محاصيل زي محاصيل الحبوب وكده ممكن نستعيد عنها ببدائل موجوده ومغذيه ولها يعني هقول لحضرتك مثلا كيلو الكانوا بيتباع مش اقل من 15 ل 20 جنيه. لان هو طبعا منتج غذائي بيخفف ضعف محتوى البروتين، يعني في مزايا كتير جدا. فالمنتجات دي منتشره طبعا في الخارج. طبعا انتشارها في مصر هيبقى جميل جدا، خصوصا ان احنا عندنا معدلات سكانيه عاليه وصلت 60% من السكان، وطبعا نسبه عاليه جدا. برضه عندنا بنستهدف في شق تاني الزراعه بميه الصرف الصحي والصناعه. احنا عندنا طبعا برضه للاسف وصلنا لاعلى معدلات امراض كبد وامراض وبائيه في العالم. عندنا اعلى معدلات سرطان، عندنا اعلى معدلات امراض كبد وبائيه، عندنا اعلى معدلات كلى. كل ده نتيجه للصرف في النيل واللي هي البحيرات المجاري المائيه. طبعا كل ده بيدينا سمك ملوث وميه ملوثه وكل ده. احنا بنقدر باذن الله مقدمين المشروع ده برضه التمويل بتاعه جاهز وجاهزين نتحرك فيه مباشره. ده لزراعه 4 مليون فدان على ميه. في ماده في مع حضرتك دكتور محمد. ده
هو ده برضه من مشروعات الزراعة بمية البحر. دي تجربة موجودة في ساحل كاليفورنيا في أمريكا اللاتينية في الولايات المتحدة. كانوا عاملينها يعني إعادة توطين الهنود الحمر وكده، لأن طبعا المناطق ديت زي المناطق الصحراء المصرية عندنا فقيرة جدا، ما فيهاش معدلات أمطار، تعتبر مناطق شاسعة. طبعا احنا عارفين الهنود الحمر السكان الأصليين ومعدلات دخولهم وكده محدودة طبعا، لأن ما زالوا بيعانوا برضو من العزلة الموجودين في المجتمع الأمريكي. فده طبعا كان لرفع مستوى المعيشة وكده. فهنا بيزرعوا بمية البحر، بيزرعوا محصولين. احنا الحمد لله مقدمين برضه على الزراعات دي طبعا بتصلح ان هم يستزرعوا جمبري واسماك يعني مع نفس يعني هتقبلها يعني تعمل مزارع بالظبط. هم الأمم المتحدة أو منظمة الجو وكده يعني بيزرعوا نوعيتين من المحاصيل اللي هي بتصلح لإنتاج الزيوت، ونوع تاني كمحصول أعلاف. احنا وبرضه بيصلح كأعشاب. احنا الحمد لله عندنا أكثر من 200 نوع مقدمين دراسات فنية ل 44 نوع مبدئيا لوزارة الزراعة اللي هي مركز البحوث الزراعية اللي هو أشاد بيهم وأوصل سرعة في تنفيذهم يعني. فبرضه من دي المحاصيل اللي هتتكلم عنها؟ ده الكاليفورنيا ده محصول زيتي بيبقى فيه بيصنع منه نوعين يعني الطعام هو الطعام من أنواع زيت الطعام وأغلاها على فكرة. لكن هم هنا برضو عاملين منه بيوجين زيت الطعام بتتحول بس دي ليها أخلاقيات برضو في التحويل يعني مش كل دول. هو بقى الجديد دلوقتي ان احنا عندنا برضو في الزراعة بمية البحر بنزرع أشجار معينة بتدينا هي بتدي زيوت غير صالحة وبتدي صالحة للطعام يعني بمعدلات كبيرة قريبة من أشجار النخيل اللي هي بتطلع زيت النخيل، لكن بتبقى لا استخدامات صناعية نقية لا تصلح للطعام. وبرضه كذلك الزراعة على مية الأمطار. احنا عندنا يعني في مطلع القرن اللي فات اللي هو ال20 كان عندنا معدلات سقوط الأمطار من 500 ل 600 مللي للمتر المربع. النهارده احنا عندنا المعدلات أقل من 200. في وسائل، لأن احنا عندنا محاصيل اقتصادية جدا، يعني ممكن الفدان يوصل الإيراد بتاعه 20 و 30 ألف دولار، فلا تصلح على معدلات الأمطار ديت. في عندنا 5 أو 6 تقنيات بنتكلم عليها للري التكميلي، لأنها طبعا عمليات استنشاق صناعي ودي تكلفتها محدودة جدا. في دول جنبنا مجاورة ودول عربية استخدمت معدلات الاستنشاق الصناعي. عندنا سوريا، عندنا المملكة العربية السعودية من 3 سنين شغالين عليها، ويمكن السيول ديت بتيجي برضه عمليات الاستنشاق الصناعي. في مجموعة تكنولوجيات ثانية بحيث ان احنا وصلنا ان احنا نزرع مليون فدان اللي هم بيزرعوا حاليا على المية وسائل الري العادية، بيزرعوا على الاقل بحوالي 10 مليار متر مكعب مية. احنا قدرنا ان احنا نوصل بمعدلات الري بتقنيات حديثة ان احنا نقدر، وطبعا زراعات معينة مش كل الزراعات، لكن هي زراعات اقتصادية ولها جدوى اقتصادية اجتماعية اللي بنتكلم عليها. قدرنا نوصل للمليون فدان يعني بنستعمل حوالي من 200 ل 300 مليون متر مكعب. طبعا احنا لو عملنا دي موجودة في معظم القرى السياحية اللي هي محطات تحلية مية من ضمن المناطق العكسية بتدي حوالي 5000 متر يوم، يعني بنتكلم في أكثر من 1.5 مليون متر. المليون ونص متر دول كانوا يدوب للمجتمع القرية السياحية أو الفندق أو كده. احنا عندنا في مصر الحمد لله بالتكنولوجيات اللي بنتكلم عليها نقدر ان هي تبقى مجتمع يستحمل 100 أو 200 ألف مواطن، في نفس الوقت نقدر نزرع بيه حوالي مليون فدان بتكلفة محدودة جدا. تكلفة الفدان في الموضوع ده لا تتعدى 2 جنيه كتكلفة ري. فطبعا الحقيقة يعني ده كلام في غاية الأهمية دكتور محمد، لكن الحقيقة شكل الدعم اللي يكون الدولة، حضرتك طرحت ده على الدولة واضح، لأن شكل الدعم كان ازاي، وهل مطلوب دعم أكتر، وإيه شكل الدعم المطلوب؟ والله احنا مقدمين زي ما تخريج المشروعات بإحدى نظامين، ان هم بيخصصوا الأرض بنظام حق الانتفاع أو في لفترة معينة، أو إن الدولة بتدخل شريك
طب امتى احس انه يعني انه في دعم، في حاجة بتحصل؟ لما اول حاجة لما تخصص لما تخش بحق اتفاق، صح؟ بالظبط. ايوه، يعني هي دي مشروعات قوميه يعني. هل في امل انها يعني تخصص فن او باذن الله. هو احنا بنتكلم في الاوضاع الحاليه اللي هي اوضاع اقرب للمأساويه وكارثيه، وان احنا نبقى دوله يعني من المفروض باذن الله لو حققنا. انا عامل حاجه اسمها مشروعات العبور الاقتصادي، المشروعات دي داخله فيها. مشروعات العبور الاقتصادي لو حققنا المرحله الاولى بس نبقى احنا من اكبر 5 اقتصادات على مستوى العالم. لو حققنا المشروعات بالكامل احنا ممكن نبقى اكبر اقتصاد في العالم كمصر. والله يعني وبتتكلم يعني بشواهد تقول ده يا دكتور. يعني حضرتك لما تقول انه بلد فيها مياه امطار الى حد كبير، فيها انهار، فيها مياه بحار، فيها قناة سويس، فيها صحراء سيناء مليانة خامات معادن قد كده. بحار في مصر 3000 كيلو. يعني نقدر نزرع بمنتهى البساطة على المناطق الساحلية 10 مليون فدان ببساطة. عادي يعني في نفس الوقت بما يصلح لها من محاصيل مؤهلة لزراعة المياه البحرية. شفت إسرائيل بتعمل مشروع حاليا علشان يسحبوا المية من البحر الأحمر، بحيث إن هم يعني الملاحة كمان. لا، غير القناة الملاحية، إن هم بيسحبوا المية علشان يضخوها في البحر الأسود عشان يستخدموها في الزراعة وبيخلوها وهيقسموها. بيتكلموا عن 100 مليون متر مكعب. إحنا عندنا المية حتى يعني الثروة غير محدودة، وعندنا كده واحد بالظبط وغير مستغل. احنا نقدر يعني تجارب بسيطة جدا للزراعة السمكي والكلام ده. الحظ ان بيتكلموا عن ارتفاع مية البحار والمحيطات في اكثر من متر. لما نستخدمها في الزراعة بنحل المشكلة دي ونقلل تكلفة كمان اللي هي الري. فسبحان الله يعني سبحان الله. والمشروع ده موازي للي بيحصل في العالم من ارتفاع منسوب مياه البحار وكده. هتلاقي حضرتك يعني فكرة مهمة. بالذات كمان ان احنا بنتكلم عن مثلا لما بنتكلم عن مياه الصرف الصحي وكده، احنا بنتكلم عن زراعة 4 مليون فدان. ديت ممكن توصل بمعدلات البيو ديزل في مصر، معدل انتاج سنوي من 200 مليون برميل لحد 500 مليون برميل. ديت العائد بتاعها كإيراد سنوي في المشروع ممكن يبقى من 30 مليار دولار ل 50 مليار دولار سنويا. يعني حضرتك احنا دلوقتي بنتكلم 50 مليار دولار، بنتكلم في 600 مليار جنيه، تقريبا نص الميزانية. ده مشروع واحد من مجموعة مشروعات. تمام. عندنا طبعا اما بنتكلم عن انا مش عارفه شايفين برضه فيديو مع حضرتك بيتكلم عن ايه ده يا استاذ محمد؟ ده غالبا الزراعة بمية البحر في اريتريا. برضه في تجربة عاملينها هناك للزراعة بمية البحر. بيزرعوا برضه اللي هي السيليكونيا وغابات منجروف برضه على اساس دي اشجار ظل تقريبا. لا، المنجروف بيستخدم كمحصول اعلاف، وبيستخدم كالاخشاب بتاعته تصنيع الاخشاب، والسيليكونيا كمحصول فيديو ومحصول اعلاف. بتتكلم هنا عن ايه في الفيديو؟ هو هنا برضه زي ما بقول لحضرتك هو بيتكلم عن نفس الفكره اللي هي هنا في تجربه الريسيا. بيتكلم عن زراعه السيليكونيا هنا وبرضه الجار المنجروف. لكن زي ما قلت لحضرتك احنا قدرنا نطور بدل ما الجهات او التجارب اللي موجوده بتتكلم عن زراعه ميه البحر بيتكلموا عن نوعين. احنا مقدمين اكثر من 40 نوع تصلح الى جدوى اختيار صناعي. مثلا ينفع ننتج منها محاصيل سكريه، ينفع ننتج منها بيوديزل، ينفع ننتج منها اخشاب، ينفع ننتج منها اعلاف. نقدر نزرع معاها، نعمل مزارع اسماك. طبعا المحاصيل الاعلاف في السكيل ده بتحل مشاكل اللحوم والالبان والمشاكل دي كلها. نقدر نزرع نحل مشكله الاسماك في مصر، ونبقى مصر دوله مصدره للاسماك. وكذلك مزارع الاسماك برضو حاطين تصورات لتطويرها بحيث ان هي بتنتج نوع من الاعلاف الطبيعيه، مش محتاجه اعلاف زي اللي بيحصل
طبعا الانتاج سريع يا دكتور محمد سريع. طبعا هو ده انتاج سنوي يعني ده 7 شهور ده بقى شجرة يعني. بالظبط. هو كمان دي اشجار معمره يعني بتقعد 8 سنين في الارض، انما باخد منها محصول سنوي نسبه بيوصل حوالي الإصدار ممكن يوصل. طبعا دي برضه تكنولوجيات قديمة، احنا عندنا تكنولوجيات أحدث الحمد لله، بنقدر نوصل في معدل إنتاج الفدان من السيوف لحد وصلنا أكثر من 5 طن، ونقدر نوصل لأكثر من 30 طن أعلاف. طبعا هنا برضه دي تجارب قديمة فبيتكلموا على معدلات أقل، لكن في نوعيات أحدث من المحاصيل والتقاوي بتدي إنتاجية أعلى. طيب الحقيقة يعني تحتاج حاجة امتى خطوة البدء في مشروع زي ده؟ والله احنا جاهزين، والمفروض كان النهارده هنكلم وزارة الزراعة، احنا بعد كتاب وزير الزراعة ورئيس الوزراء نقول لهم التطورات اللي حصلت، وان مركز البحوث بيوصل بسرعة تنفيذ المشروعات دي، ونشوف جدول الاقتصاد والاجتماعية، وان احنا جاهزين للبدء الفوري مجرد ما الحكومة تشوف اجراءات التقنين. برضه الوضع بتوضح لنا لسه فكرة برضه هي طبعا جت من نفسها جت هي طبعا يعني بيوفروا فرص عمل وتعليم وتدريب للمجتمع المحلي كده. فطبعا ديت هي تعتبر من أفقر دول العالم، وهنا طبعا صحراء قاحلة تقريبا ما فيش، يكاد يكون ما فيش مية أمطار في المنطقة ديت، فبدأوا ان هم يعملوا طبعا كنت شايفة كل ديت مساحات خضراء، كل ديت في بداية الفيلم كانوا جايبينها صحراء بالكامل، فطبعا اتحولت لمساحات خضراء واتحولت لمزارع جمبري واستراكوزا في نفس الوقت بتوفر محاصيل زيوت ومحاصيل أعلاف، فده طبعا بتحقق طاقة فنية كتيرة. صحيح، وده اللي احنا محتاجين الحقيقة الفترة الجاية ليها بعد اقتصادي وبعد اجتماعي مهم. يعني ايه البعد الاجتماعي ممكن يتحقق من وجهة نظر حضرتك من مشروع بهذا الشكل؟ والله حضرتك احنا عندنا معدلات الفقر في مصر وصلت 50% من السكان. ثروة حيوانية كمان ممكن توصل. طبعا ما هي محاصيل أعلاف معناها ثروة حيوانية، طبعا منتجات ألبانية يعني يكونوا ألبان. فاحنا بنتكلم عن ان نقدر يعني لو زرعنا 10 مليون فدان سواء على مية البحر او مية الامطار او الاثنين، نقدر ان احنا نعمل ثروة حيوانية تكفي يعني تغذية 60 مليون راس من الجاموس والاطفال، لان الجاموس والاطفال سنويا. الحقيقة اللي حضرتك بتتكلم عليه كمان المناطق البعيدة هي متربية، يعني هي تعرف ده، تعرف تربية الماشية والاغنياء في الصحاري او في الاماكن القريبة من السواحل. احنا نقدر نعمل مجتمعات عمرانية كاملة بدون الارتباط بمحطات الكهرباء ولا شبكات المرافق القديمة. طبعا هو عنده بيوديزل، عندنا مصادر توليد الطاقة الكهربائية والطاقة عندنا عشرات المصادر، وفيها مصادر يعني اقتصادية وجدواها موجودة وتكلفتها محدودة بالنسبة للمجتمعات الصغيرة. ففي نفس الوقت هو عايز مصدر طاقة، عايز صرف صحي وزراعي بنوفره، ونقدر كمان ان احنا يعني عشان تلوث البيئة وكده نعمل عليه زراعات معينة بحيث هو كمان يستفيد منه ما تبقاش شغال، فهو مش محتاج ان هو يرتبط غير بالاتصالات بقى. ودي طبعا الشركات عندنا ما اسهل ان هي تمد ما عادش مشكلة سواء الخطوط الارضية، يعني الصين فيها تكنولوجيا طبعا الخطوط الهوائية نزلت مصر وشغالة اللي هي الهوائي، وفي نفس الوقت الموبايل وكده محطات التقوية بسيطة جدا ومش مكلفة وسهل ان تبقى المجتمعات دي. ده كمان عندنا مجموعة مشروعات قومية بنتكلم عليها، ودي انا شايف ان هي ضرورة تطبيقها في المرحلة الجاية بالقطارات هياخد السرعة، لان احنا عندنا النقل المحاصيل حتى لو اخذنا محاصيل النقل ما بيمثلش تكلفة كبيرة، لكن لما يبقى عندنا القطارات هياخد السرعة تطلب مصر بالكامل هيبقى بالظبط، هيبقى عندنا حلينا مشكلة الاسكان، حلينا مشكلة المجتمعات العمرانية الجديدة، حلينا مشكلة النقل وحوض الطرق اللي بقى بين بالظبط. احنا بننقل بيحصل تلف وبيحصل مشاكل 100 مليون طن سنويا، نصهم تقريبا لا مش مسافة التلفة، نصهم تقريبا داخلين منتجات ومواد خام داخلة في الصناعتين. فاحنا عندنا طبعا ده بيزود 10 أمثال النقل على الطرق خلال ال 20 سنة اللي فاتوا، فأصبحت حوادث الطرق بقينا أعلى دولة في العالم، ومشكلتها الرئيسية نقل. طب النقل ده نقل خامات إنتاج ومدخلات إنتاج، طب ما النقل ده أو منتجات نهائية، طب ما إحنا نقدر إن إحنا
الأماكن بالظبط القطارات الصورة بتحل المشكلة، سواء نقل ركاب أو نقل بضايع أو ممكن تعمل حضرتك نشاط صناعي بجوارنا أماكن إنتاج المحاصيل دي كمان بس يعني على المدى الطويل ممكن تعمل محاصيل. اقتصاديا بتوفر في نفس الوقت لها جدوى اقتصادية واجتماعية. حضرتك تقدري تروحي من أسوان لإسكندرية 4 ساعات مش أقل من 19 ساعة. صحيح. هي فكرة يعني هي واضحة يعني موضحة نفسها الحقيقة. طيب هي في مشروعات أنا شايف إن هي مشروعات تعتبر لها ضرورة اقتصادية واجتماعية، ولا يمكن إن احنا نتكلم عن تنمية في مصر بدون مجموعة معينة من المشروعات منها المشروعات اللي احنا بنتكلم عليها. طيب الحقيقة بنشكر جدا دكتور محمد على هذه التوضيحات، ونتمنى بجد ان هذا المشروع ينمو ان شاء الله. دكتور محمد أبو الفتوح نعمة الله استشاري الاقتصادي، بنشكر حضرتك جدا وكل توفيق في هذه المشروعات ان شاء الله. نشكركم مشاهدينا الكرام على وعي